تخيل تكون رايح شهر عسل في المالديف، اول ما تنزل من الطياره تلاقي واحد بيقول لك يلا بينا على جزيره الزباله. استنى، ايه جزيره الزباله في المالديف؟ يا معلم، الجنه اللي بتشوفها على انستجرام فيها جزيره شكلها كانها لقطات من كابوس. هنا بقى جبل زباله بيعوم فوق البحر. في الحلقه ديت هننزل اعماق الجحيم في قلب الجنه، وهنزور اخطر واغرب واكتر الجزر العالم اللي محدش بيقول لك عليها. بس قبل ما نبدا، لو عجبتك الحلقه دي دوس بقى اللايك واشترك في القناه وسيب لي تعليق تقول لي فيه ايه رايك في المحتوى اللي احنا بنقدمه. انا اسلام سيد ودي قناه صندوق الدنيا. Run. في صورة دايما بتجيلنا أول ما بنسمع اسم المالديف: بحر لونه أزرق شفاف، رملة بيضة، كباين فوق المية، وحياة صافية وهدوء، كأنك سايب الدنيا كلها ورا ظهرك. بس اللي أغلب الناس ما يعرفوش إن وسط الجنة دي في جزيرة شكلها مش بس مختلف، ده مرعب. ودي مش جزيرة سياحية ولا هتلاقي فيها عرسان بيصوروا أفراحهم. الجزيرة دي اسمها جزيرة الزبالة. حرفيا الجزيرة ديت اسمها سيلافوشي. الجزيرة دي جزيرة صناعية اتبنت مخصوص علشان تبقى مكعب نفايات لجزر المالديف. الموضوع بدأ سنة 1992 لما الحكومة هناك ما كانتش عارفة تودي الزبالة دي فين، فقرروا يعملوا جزيرة جديدة يرموا فيها نفايات العاصمة وكل الجزر السياحية اللي حواليها. بس مش نفايات زي بتاعت بيوتنا، لا، دي نفايات من فنادق فخمة ومطاعم عالمية، والزوار بيجي من كل أنحاء العالم بيرموا وراهم بلاستيك وعلب وبواقي أكل وزيوت وكل اللي ممكن تتخيله. في البداية كانوا بيرموا الزبالة في البحر وبعدين يردموا عليها بالرملة لحد ما بقت جزيرة كاملة، ومع الوقت بقت بتستقبل أكتر من 300 طن زبالة يوميا. المشكلة إن كل ده بيحصل في وسط المحيط وبيأثر على الشعاب المرجانية والسمك، ونظام بيئي حساس جدا. تخيل المالديف اللي الناس بتسافر ليه علشان تهرب من التلوث بقت عندها جزيرة لوحدها بتتسمى باسم جزيرة السموم، وفي ناس حتى بتسميها قنبلة موقوتة في قلب الجنة. المفارقة المؤلمة هنا إن العمال اللي بيشتغلوا في الجزيرة ديت في منهم ناس مهاجرين بيعيشوا في ظروف صعبة جدا وسط الدخان والروايح اللي مش ممكن تتخيلها، بعيدة تماما عن الصورة اللي بنشوفها على الانستجرام. وفي السنين الأخيرة بدأت الحكومة تحاول تتصرف، تحرق الزبالة، تعيد تدوير جزء منها، وتمنع إن الجزيرة تكبر أكتر من كده. بس التحدي فعلا كبير لأن عدد السياح بيزيد ومعاه كمية النفايات اللي بتتراكم كل يوم. يعني ببساطة الجزيرة ديت هي الوش التاني لجزر المالديف، وش احنا ما بنشوفوش في الصور لكنه هناك وبيكبر كل يوم وبيفكرنا ان الجنة اللي على الارض مفيش عدو ليها اخطر من الانسان نفسه. وعلى فكرة المكان دوت مش ممنوع رسميا ان حد يزوره، لكن اكيد مش ده المكان خالص اللي ممكن تزوره في شهر العسل. بفكرك لو انت لسه معانا لحد دلوقتي فياريت بقى الاعجاب والاشتراك في القناة والكلام الجميل ده كله. Run. وسط المحيط الهندي وتحديدا في أرخبيل جزر إمدمان التابعة للهند في جزيرة صغيرة شكلها من فوق زي قطعة من الجنة، رملة ناعمة، مية صافية، وغابة خضراء كثيفة اسمها جزيرة نورث سنتينل. على عكس أي جزيرة تانية، دي مش مكان للسياحة ولا حد بيروح ويقضي فيه شهر العسل، ولا حتى مسموح حد يقرب منها. اللي بيقرب منها ممكن ما يرجعش تاني. ليه؟ لأن ببساطة الجزيرة دي بيعيش عليها واحدة من أكتر القبائل المعزولة في العالم. القبيلة دي اسمها قبيلة السنتينيلز. القبيلة دي رافضة أي اتصال بالعالم الخارجي من آلاف السنين، وعاشت حياتها بنفس الطريقة البدائية من أيام العصر الحجري لحد النهاردة. لا بيعرفوا عنا حاجة ولا حتى عايزين يعرفوا، ما عندهمش كهرباء ولا موبايلات ولا نت ولا حتى تيك توك. حياتهم كلها صيد وزراعة بسيطة ونظام قبلي مغلق. الهند أعلنت رسميا إن الجزيرة دي منطقة محظورة، واقتراب أي شخص منها سواء سائح أو باحث أو حتى عسكري ممنوع بالقانون. وده مش بس عشان نحميهم، لا، عشان كمان نحمي نفسنا. القبيلة دي تتعامل مع أي دخيل على إنه عدو، ولو القارب بتاعه قرب من الشط بيتضرب بالسهام قبل ما يلحق يوصل. وفي حالات حقيقية حصلت لكده، ناس اختفت لمجرد إن هي حاولت توصل للجزيرة دي. منهم مثلا شاب أمريكي راح سنة 2018 كان اسمه جون ألان تشارو، وكان عايز يعرفهم على المسيحية ويفتح معاهم حوار يعني. بس أول ما وصل القبيلة تخلصت منه ورفضت حتى تسليم جثمانه. الغريب بقى إن الحكومة الهندية ما حاولتش تعاقبهم، بالعكس خالص، قالت إحنا مش هنتدخل لأن القبيلة دي تحت الحماية، وأي محاولة إن إحنا نقرب منهم ممكن تسبب أضرار للقبيلة دي، مش بس بسبب العنف لكن علشان مناعتهم ضعيفة جدا قدام أمراض العالم الحديث زي الإنفلونزا أو البرد اللي ممكن يقضي فعلا على أعداد كبيرة منهم. في علماء بيقولوا إن القبيلة ديت ممكن تكون واحدة من آخر مجموعات البشر اللي لسه عايشة عصر ما قبل التاريخ، يعني كأنك بتتفرج على صفحة من الماضي بس لسه ما اتقلبتش. الجزيرة دي بتعرفنا إن في ناس فعلا مش عايزين يكونوا جزء من اللي احنا بنسميه الحضارة، وفي ناس اختاروا يعيشوا في عزلة بعيد عن دوشة العالم، وممكن من وجهة نظرهم يكون عندهم حق. Run. في جزر أول ما تسمع اسمها تقول واو دي لازم تبقى الجنة، وفي جزر تانية أول ما تسمع اسمها
تبص تحت رجلك وتبص وراك تتأكد إن مفيش تعبان. الجزيرة دي هي جزيرة الأفاعي اللي موجودة على بعد حوالي 33 كيلو من سواحل البرازيل. الجزيرة دي شكلها من بعيد عادي جدا، خضرة، صخور، بحر، لكن أول ما تحط رجلك هناك تكتشف إنها واحدة من أخطر الأماكن على وجه الأرض. ليه؟ لأن ببساطة الجزيرة دي بيت لأكتر من 4000 أفعى سامة، وكلهم محبوسين على مساحة 43 هكتار بس، يعني تقريبا في تعبان على كل متر مربع. النوع اللي راعب الناس هناك هو أفعى اسمها رأس الحربة الذهبية، ودي أفعى نادرة جدا وموجودة بس على الجزيرة دي. سمها قاتل أسرع من أي تعبان تاني، يعني لو عضت إنسان ممكن تقضي عليه في أقل من ساعة. زمان كان في منارة كانت موجودة على الجزيرة دي، وكان بيعيش فيها حارس مع أسرته. الأسطورة بتقول إن في يوم دخلت عليه الأفاعي من الشبابيك ومحدش منهم خرج تاني. الحكومة البرازيلية قالت كفاية كده ومنعت أي حد من زيارة الجزيرة دي إلا بتصريح رسمي، وغالبا بس للباحثين أو للعلماء اللي بيروحوا عشان يدرسوا السم أو الأفاعي دي، وبيروحوا بيلبسوا واقي كامل وتحت إشراف عسكري. الجزيرة دي رغم خطورتها لكن هي مكان مهم جدا للعلم، لأن الأفعى دي فيها مركبات طبية فريدة جدا بيتم دراستها بتطوير أدوية ممكن تعالج أمراض خطيرة زي السرطان، ربنا يعافينا جميعا، أو مشاكل الدورة الدموية. بس بالرغم من كده لو سألت أي برازيلي عنها هيقول لك ما تفكرش تروح هناك، والسبب ببساطة لأن جزيرة الأفاعي مش بتحب الزوار. Run. في أماكن على الكوكب دوت كأنها خارج الزمن، أول ما توصلها تحس إنك دخلت فيلم طبيعي 4K من غير أي فلاتر. واحدة من الجزر دي هي جزيرة بيسكادوريس، واللي موجودة في الفلبين. الجزيرة نفسها صغيرة جدا، يعني تمشيها كلها في أقل من ساعة، ما فيهاش سكان ولا فنادق ولا بنية تحتية، بس عندها كنز أغلى من كل ده، كنز تحت المية. اللي بيخلي الجزيرة دي مميزة جدا مش اللي فوق سطحها، لا ده اللي تحتها. الجزيرة دي واحدة من أهم وجهات الغوص في آسيا وفي العالم كله، لأن حواليها في نظام شعاب مرجانية خرافي وتكوينات صخرية تحت المية شكلها عامل زي كاتدرائية طبيعية بينزل عليها الغطاسين من كل العالم. لكن أكتر حاجة مجنونة هناك هي حاجة اسمها ساردين ران، وده عبارة عن سرد كبير جدا من أسماك السردين. تخيل ملايين الأسماك ديت بيتحركوا في تشكيلات ضخمة كأنهم كائن واحد، مشهد بصري لا يوصف. وعلشان النظام البيئي هناك حساس جدا، الحكومة الفلبينية أعلنت الجزيرة محمية بحرية، يعني مفيش صيد ومفيش تدمير للشعاب، واللي يدخل لازم يلتزم بالقواعد، لأن أي خلل ببساطة ممكن يبوظ التوازن البيئي كله. الجزيرة دي مش مكان بيتقعد فيه، لكن تعتبر أحلى تجربة ممكن تجربها. بتنزل تحت المية وتكتشف عالم تاني، ألوان وكائنات وحياة بحرية أكتر من الخيال. ولو كنت من محبي الغوص أو التصوير تحت المية فالمكان دوت لازم يكون على الليستة بتاعتك. Run. لو قلت لك إن في جزيرة شبه سفينة حربية وسط البحر بس مش بتتحرك ومهجورة ومليانة مباني مكسرة، هتفتكر إيه؟ أكيد فيلم رعب أو مكان لتصوير أفلام نهاية العالم. بس الحقيقة إن الجزيرة دي كانت زمان مليانة حياة أكتر من مدن كاملة النهاردة، بس للأسف بقت مجرد ذكرى مرعبة فوق سطح البحر. اسمها جزيرة هاشيما، يعني جزيرة السفينة الحربية، وده بسبب شكلها وهي وسط المية، فعلا كأنها سفينة مصفحة طالعة من الحرب. الجزيرة دي على بعد حوالي 15 كيلو من مدينة ماجازاكي، وكانت في يوم من الأيام واحدة من أكتر الأماكن ازدحاما في العالم. في الخمسينيات كان فيها أكتر من 5000 واحد عايشين على مساحة صغيرة جدا، لدرجة إن الكثافة السكانية هناك كانت خرافية. السبب الفحم. الجزيرة ديت فوقها وتحتها مناجم فحم، وشركة ميتسوبيشي اليابانية اشترتها سنة 1890 وبدأت تستخرج الفحم منها بكميات ضخمة جدا. الشركة بنت مساكن للعمال، مدارس، مستشفيات، سوبر ماركت، كل حاجة ممكن تتخيلها في الجزيرة دي. الجزيرة دي كلها مباني خرسانية ما فيهاش زراعة خالص، بس الشغل كان مرهق جدا وظروف العيشة كانت صعبة، والجو هناك كان صعب بسبب الرطوبة والمباني العالية. ومع كده الناس كانت بتهاجر ليها علشان تشتغل وتعيش. لكن زي ما الفحم كان سبب الحياة، هو كمان كان سبب النهاية، لأن البترول لما بدأ يعوض الفحم كمصدر للطاقة الطلب قل، والمنجم قفل رسميا سنة 1974. وفي نفس اللحظة دي الجزيرة دي ماتت. السكان سابوا كل حاجة وخرجوا، الجزيرة فضيت بالكامل والمباني اتسابت تنهار لوحدها. النهاردة الجزيرة بقت رمز مخيف من رموز الماضي الصناعي لليابان. فيها مباني خرسانية متهالكة، شبابيك متكسرة وعفش متساب كأنه لسه حد قايم وسابه. والأغرب إن المكان ده بقى مزار سياحي. الحكومة على فكرة سمحت بزيارات محدودة للجزيرة دي بس تحت إشراف علشان حالتها الخطيرة، والمباني ممكن تقع في أي لحظة. الجزيرة دي ظهرت في أفلام ومسلسلات كتير، أشهرهم فيلم جيمس بوند اللي استخدموها كمخبأ، وكان اسم الفيلم سكاي فول. الجزيرة دي مش بس جزيرة مهجورة، دي شهادة حقيقية على الطموح الصناعي وعلى ازاي ممكن مدينة كاملة تختفي في لحظة لما مصدر رزقها يخلص. في الآخر بقى في جزر بتستناك علشان تتصور فيها أحلى صور لشهر العسل، وفي جزر بتستناك علشان تبقى جزء من أسطورتها.
أو ضحية جديدة. الطبيعة ساعات بتخبي كنوز وساعات بتخبي كوابيس. قول لنا في الكومنتات ايه اكتر جزيرة ما كنتش تعرفها واستغربت ان هي موجودة فعلا. وفي الاخر بقى ما تنساش بقى اللايك والاشتراك في القناة والكلام الجميل ده كله، واستنونا في حلقة جديدة من قناة صندوق الدنيا.